في آية في القرآن الكريم ربنا عز وجل بيقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. شفت الآية دي؟ إنا نحن نحيي الموتى، احنا هنموت وهنصحى من تاني عشان الحساب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، اللي انت عملته في الدنيا، وآثارهم. عارف الآثار يعني ايه؟ واحد مات وانتهى عمله بس ساب أثر في الدنيا. في عالم من العلماء، يعني مثلا لما اخد اي كتاب من الكتب دي كده مثالا، يعني الكتب دي يعني اصحاب الكتب دي ماتت، يعني العالم اللي كاتب الكتاب ده مات خلاص، حاليا هو في قبره، مات انتهى عمله، لكن الكتاب ده اثر ليه في الدنيا. كل ما انا افتح كده احضر منه خطبه، اعرف منه معلومه، احضر منه فيديو حد يستفيد منه، العالم ده او الميت ده بيشاركني انا عمر في الاجر، بياخد زي اجر بالظبط، لان لولاه بعد ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش انا هعرف المعلومه دي واقولها. اهو ده اثارهم، انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. طب تخيل بقى لو واحد سايب اثر في الدنيا بس مش كتاب، مش حاجه فيها فايده، مش فيديو مفيد لحد يتعلم منه، مش معلومه مفيده، لا، الاثر اللي هو سابه في الدنيا مقطع مش كويس، حاجه بتطعن في الدين، فيديو بيسب في الصحابه الكرام، فيديو بيطعن في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، فيديو بيحرض على الالحاد وعلى الكفر، هو مات وساب الاثر بتاعه. كل واحد هيجي يتبع الفكر بتاعه او يسمع الفيديو بتاعه الحرام هو بيشاركه في الوزر. يعني بيبقى في قبره والملك بيجي يقول له انت مكانك في جهنم بقى الحته الفلانيه تحت اكتر، وتحط لك في ذنوبك